الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناتي قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل مع بعض الأومليت بطريقة مختلفة، بطريقة جديدة، بشكل حلو إن شاء الله. أتمنى ينال إعجابكم إن شاء الله. كده أقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد وكل ما هو فيه لمسة جديدة. دي المكونات بتاعتنا: فلفل أحمر، فلفل أصفر، بصل أحمر، بصل أخضر، ومعانا هنا بيض ني. هنجيب بقى بصل. أهم حاجة البصل يكون كبير أو متوسط عادي، مفيش مشكلة أي حاجة، بس ما يكونش صغير. ليه؟ علشان هناخد منه حلقات بصل اللي هنعمل فيها الأومليت. هنعمل حلقات البصل دي وتكون مستقيمة وتكون سمكها تخين زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. ماشي. وبنيجي بنفرغ القلب ده وهناخد التلات حلقات الخارجيين اللي بره. ماشي، بحيث ان احنا نصب فيهم الايه، الاومليت. تمام بالشكل ده. نخلي بالنا واحنا بنخرجهم من بعض عشان ما يتكسروش مننا. عملنا الكمية بتاعتنا بالشكل ده اللي هي الحلقات كده والسمك ده. نيجي بقى نعمل مع بعض ايه، البيض. نكسر البيض. واهم حاجة نخلي بالنا ما يكونش فيه قشر، يتكسر معانا. تمام. ونيجي نفرم البصل الأخضر. هناخد الجزء الأخضر ده، لو حابين تحطوا الجزء الأبيض عادي مفيش مشكلة، بس أنا إيه، هاخد الجزء الأخضر يعني. تمام، بحيث إن هو يلون معايا إيه، الأومليت. نيجي بقى هنا إيه، مع الفلفل الأصفر هنقطعه برنواز. ولما أجي أقطع الفلفل أخلي الجنب الناعم من تحت علشان السكينة ما تجريش عليه. تمام. وبفرم إيه، برنواز. ماشي. هفرم المكونات بتاعته كلها ايه، برنواز بالشكل ده، ناعم، يكون ناعم ايه شوية. ماشي. كذلك الفلفل برضو هنفرمه ايه، البرنواز. ماشي. بنقطعها كده 4 جوانب ونيجي ايه، نفرمها. نفرمه جوليان كده. تمام. انا بوريكم التقطيعات وطرق التقطيعات بتكون ازاي. نفرمه كده جوليان وبعد كده برنواز. هنيجي بقى ايه على البيض، وهنيجي نحط كمية الايه، الحاجات اللي فرمناها دي. تمام. البصل والفلفل الأحمر والأصفر. ونيجي هنا بقى في ايدي أو في أي حاجة كده صغيرة، رامكن صغير مثلا، أحط الايه، الملح، وأحط معاها الكمون، وأحط الحاجات دي في ايدي وأقلبها في ايدي. ليه؟ لو حطيت الكمون لوحده أو الفلفل لوحده هيعمل كتل كده، هيخرز، مش هيدوب مع البيض. لكن مع الملح، الملح هيخشن، فهيخلي الايه، الحاجات دي ما تخرصش في البيض. ماشي. ونضربه ضربة كويسة بحيث انه يفك من بعضه يعني شوية. تمام. نفضل نضربه كده ضرب ايه، كويس، نضربه جامد يعني. وبنجيب شوية دقيق بنحطهم عليه. أي دقيق متوفر عندنا. لو في ناس عندها مشكلة من الدقيق القمح ممكن نحط دقيق رز، دقيق بصل، أي دقيق يعني. تمام. وفي طاسة سخنة فيها شوية بنلمعها بسنة زيت، ونحط حلقة البصل، وبنحط معاها وبنحط البيض. تمام. نحط شوية الأول وبعد كده نيجي إيه، تعمل أرضية تحت، يسخنوا ويشدوا ويمسكوا. وبعد كده نحط كمية الإيه، البيض الباقية. يطلع معانا الطبق بالشكل الجميل اللي شايفينه. أتمنى نكون قدمنا